يا مساء الفل. ماتش الزمالك وفاركو 1-1 ضربتين جزاء. جوميز الجميل عامل مصايب النهارده بالنسبه لي. هنتكلم على كل حاجه بقى في اللقاء وايه اللي حصل واللعيبه وتقييمهم. معاكم بولا حلمي شوي عماد. ودي اللايك الجميل واعمل شير وسبسكرايب ويلا بينا. يلا. التشكيل صبحي بقى مثبتينه الاول. احنا مثبتين التشكيل بقى لنا كذا ماتش. صبحي، عمر جابر، شحاته، حسام عبد المجيد، المستوسي بقى لهم كتير جدا ما اتغيروش. شحاته من ساعه اصابه فتوح بس. عندك دونجا، عبد الله جنبه، وناصر قدامهم، زيزو على اليمين، شلبي على الشمال، واوباما. تمام. رايك في تثبيت التشكيل؟ انا بالنسبه لي كنت بقول لك ان تثبيت التشكيل حاجه هتدينا ثبات في الملعب. احنا دلوقتي مش في فورمه ان احنا نبتدي نغير. الثبات في الملعب هيفرق معانا في الايمج بتاعتنا وشكلنا والمعنويات بتاعتنا واحنا نازلين قدام اي فرقه. وكمان احنا يعني يعتبر في اخر السيزون ده فاضل لنا فيه 10 ماتشات ولا حاجه او 13 ماتش. وانت عايز تبدا السيزون الجديد انت عايز تبدا السيزون الجديد واقف على رجلك. هل انت شايف ان الزمالك الحوار ده بيأثر فيه؟ احنا الزمالك يعني المفروض واللعيبه كلها بيأثر. بس اللعيبه كلها عارفه ان خلاص الموسم ده خلصان، والمدرب بيجرب، ولو بيجرب يعني وعادي نخسر او تعادل، يعني مش عادي اللي هو عادي، مش هحس انه عادي، بس مش عيبه يعني مش هتبقى عيبه وكده. لا هقول لك عيبه، هقول لك ليه. لانك انت نفسك طالع النهارده، انت لو كان الماتش ده خلصان فوز كنت مش هتبقى متضايق كده، فاهمني؟ انا مش متضايق الصراحه. لا بس لا، الايمج بتاعتك وانت نازل الفرق. تخيل بقى ان انت مثلا اخر السيزون ده فضلت توقع نقط خساره في تعادل. اسمعني، ماشي، انا خلصت السيزون السادس ولا سابع، ماشي. هتلاقي الاعلام مش هيرحمك، الاعلام يعني مش هيسيب دي حاجه تعدي، مش هيرحمك. هتلاقي السيزون اللي بعده وانت نازل فرق كتير بتبتدي ان هي تاخد عليك، تتجرأ عليك. كده مش بيرحمونا عامه، بس بالظبط. ما دي الفكره، ما بالك انت تديهم بقى ماتيريال ان هو يتكلم عليك، فاهم؟ هيقول لك بقى طب الزمالك بيطالب بتغيير بايه وهو مخلص سادس وسابع، طب الزمالك بيعمل ايه وهو بيخلص سادس وسابع، زي اللي بيحصل عامه. طب اقول لك دي وجهه نظرك، افهم بقى وجهه نظري. ماشي. انا شايف ان انت لما تجرب، يعني لما واحد زي محمد عاطف ينزل مكان زيزو ويتجرب، تبقى انت عندك كبديل ولا كاساسي؟ كاساسي او كبديل على حسب كاساسي الماتش. لا، كاساسي لا. هقول لك ليه. زيزو كده كده فاضل له ماتشين وهيروح الاولمبياد، فانت كده كده هتبقى زيزو بديل ليه. بالظبط. فانت ليه محمد عاطف؟ او ممكن يكون هو فعلا بيفكر في كده، قال لك انا هديله بعدين كتير فاستغل زيزو. طيب انا شايف طب ماشي خلاص، محمد عاطف وزيزو تمام. طب فين باقي اللعيبه؟ ليه ما بتجربش موتيابا؟ ليه ما بتجربش مدافع؟ انت عندك مشكله في الدفاع، ما عندكش ولا مدافع بديل. ليه ما بتجربش مدافع من الناشئين اساسي؟ فيها ايه اللي هيحصل؟ انا بقول لك انا شايف هنخسر. ما احنا بنخسر. بس لا، بس هتخسر يبقى شكلك وحش قوي. الايمج بتاعتك هتتهز. مجرد ما الايمج بتاعتك هتتهزش قوي يعني. هتدي هتدي شكل وثقه للفرق التانية قدامك. اي حد هيكون نازل قدامك لا. اصلا الزمالك انا كده كده السنه الجايه هفوق وهلعب وهكسب اي حد. مش من اول السيزون. لو انت مخلص السيزون اللي فات الاخير ده لا يعني انا بشوفها كده. عندي ماتشات تانية هترجع لي مستواي زي كاس مصر والسوبر الافريقي، هو ده اللي هيحدد بقى بدايه الموسم هيبقى عامل ازاي. بس انا بحسها لو انت مخلص سيزون معظم الفرق مش الزمالك بس وشكلك وحش، مش دايما السيزون الجديد بتبداه بشكله حلو. انت عايز تبدا، فده يعتبر بالنسبه لك زي فتره التاهيل للسيزون الجديد. انا بحسها كده. ما فتره التاهيل دي انا محتاجها عشان اقيم اللعيبه واشوف مين هيمشي ومين هيقعد ومين اللي حلو قوي هيفيدني السيزون الجاي. انا ببني للسيزون الجاي. انت بتتكلم طيب. على انت بتتكلم ده الاساسي. تعال انت بتتكلم بقى لو على البديل عادي. لو على البديل تمام. لا على البديل المشكله ان هو حتى في البديل ما بيدهمش ما البديل دي هو غلطان فيها. دي لما نيجي نتكلم على بتكلم في التوتال. لا وحتى انا حاسس ان في ناس محتاجه برضو تبقى اساسي. بتتكلم دلوقتي على التشكيل الاساسي. التشكيل الاساسي شايف ان ده المنطقي، ده الميك سنس، ده اللي خلاص، ده اللي هينفع ننزل بيه. البودله بقى دي لسه هنروح نشتم فيه في الشوط الثاني معانا كل يعني. طيب. ساعتها بقى اول 5 دقايق هو لاعب واحد بس الكاميرا عليه في ال5 دقايق الاولى من اللقاء. هو حسام عبد المجيد. هو الطويل ال 194 سم. 194 سم. حسام عبد المجيد اول 5 دقايق كرة طويلة بره، كرة طويلة لزيزو مش عارف ما تروحلوش، كرة تعديه وكانت هتخش جون صعبة جدا. ما ينفعش مدافع زي حسام، ومش غلطة من الباص، هو كان ممكن يستلمها، هو اللي سابها وجري وراها.
انا مش عارف، كل ماتش بنتكلم على حسام، احنا تقريبا من نهايه الكونفدراليه كل ماتش بيعمل حاجه وحشه. كل حاجه بيعمل حاجه غريبه. بس انا بالنسبه لي غلطات في البسيط اللي انت بتقول عليها دي كانت اول 5 دقايق وبعد كده ظبطت. مشكلتي بقى ان هو طول الماتش عنده حته غريبه لا جدا. ظبطت ايه يا راجل؟ لا يعني بس ده لا طول الماتش كده. بس البساط. بس انا بتكلم على اول 5 دقايق، عشان انا اول 5 دقايق فجاه مفيش غير حسام عبد المجيد. بس انا نجم اللقاء. عندي مشكله معاه في غلطاته، في ان هو دايما بيسيب مكانه ويسرح ويطلع لقدام مع مثلا ايه مهاجم مثلا نازل يستلم، ينزل معاه لاعب 10 هيستلم هو بينزل معاه. طب ليه؟ مش يعني بيبقى شكلها غريب، انت بتكسر الخطوط. يعني بيبقى تخيل خط الزمالك واقف كده خط كله، هو بيقوم كسره بطريقه غريبه وطالع لقدام ماشي، يسرح مع مهاجم ويسيب الدنيا وراه فاضيه. الاقي بقى واحد تاني بيستلم في مركز في المركز ده فين حسام؟ خلاص حسام لا ده سرح ده قدام. غير كده كمان بيعملها برضو في الاوفسايد، بيكسر الاوفسايد، يبقى اللعيبه كلها في صف واحد وهو بيسرح ويرجع يفضل رايح مع المهاجم. طب يا ابني انت لو طلعت قدام ثانيه خلاص المهاجم ده بره. حسام عبد المجيد على طول كده، وعنده غلطات كتير، انا شايف انه لازم يراجع نفسه، يعني غلطات كتير جدا. بص برضو في حاجة عايز اقولها عن حسام عبد المجيد، يعني حاسس ان الناس لو بدأت تركز معاه هتاخد بالها من الحوار ده. في انواع من المدافعين، حسام عبد المجيد من النوع اللي هو بيلعب على الكورة يعني في الميد باص. يعني ايه؟ يعني وهي بتتباصى ما بين مثلا صانع الالعاب للمهاجم، حسام بيحب يقطعها. يتوقعها ويجري من بدري. لا بيحب يقطعها قبل ما توصل للمهاجم. أيوة. ماشي. عكس مثلا ان انا لا انا هقف في مركزي وهقف مع المهاجم، واول ما تيجي للمهاجم انا يا اما هضغط عليه فاضطر ان هو يرجعها، او ان انا هقطعها وهي في رجله. ايوه تمام. ده مثلا ده ستايل مثلا ناس زي مسلوسي، ناس زي الونش، فاهم؟ لكن لا حسام بيحب يقطعها وهي بتتباصى. دي بتحطك في ريسك انها لو عدت منك المهاجم بيبقى لوحده خالص. انت قررت ان انت دلوقتي تخيل ده المهاجم وحسام واقف معاه، انت قررت ان انت هتسيبه وهتروح تقطعها قبل ما تجيله. لو عدت منك خلاص المهاجم ده لوحده. لكن مثلا المهاجمين اللي بيقف مع المدافعين اللي بيقفوا مع المهاجم واستنى الكرة تجيله واضغط عليه، أيوة. ده فرصة احسن، انت بس بتحجمه. هو ستايل الصراحه، يعني انا برضو ما بحبش، يعني عادي لما شايفه ماشي. مش بس وحش. انا ما بقولش ان هو شكله وحش، بقول ان دي بتحطه في ريسك كتير قوي في مواقف كتير قوي، انها لو عدت منه خلاص المهاجم ده رايح انفراد. طيب نسيبنا بقى من حسام شويه، نخش على لقطه كانت كويسه، هي مش مفهوم، هي حلوه بالنسبه لي يعني. نقلت شلبي راح مهاجم، وناصر راح شمال، واوباما نزل لورا مكان ناصر. النقله دي كانت هتيجي منها جون اللي زيزو عملها عرضيه لشلبي، وكانت ممكن تبقى ضربه جزاء برضو. واعتقد هي عدت من شلبي وماما اللي لعبها. هي ما طولتش كتير، هي في الشوط الثاني اتكررت، بس في الشوط الاول أيوة. ما عادتش كتير، هي بتاع 5 دقايق مثلا كده. ايوه. ف يعني شايفها كانت مفيده جدا، لان هقول لك حاجه. اوباما في مركز المهاجم هو غريب جدا، هو شخص غريب وطريقه لعبه غريبه ومش مفهومه. مش في المركز المهاجم بس، هو عامه يعني. بعيدا عن عامه، بس هو كمان يعني وبالذات النهارده برضو كان غريب جدا ومش مفهوم وظيفته ايه. يعني هل ده مثلا اللاعب اللي انا هسند عليه وهيبقى محطه؟ لا. ليه؟ لان ده اولا ما بيعرفش يستلم الكوره، مجرد ما حد يبصيها له بتتقطع. طب هل مثلا ده اللاعب اللي انا هخليه ينزل شويه وتتلعب قدام ويجري يقطع ياخدها؟ لا. ليه؟ لانه اولا بطيء، ولو لو جات له في رجله هو بيقوم خلاص انا طالع مثلا هاجم، لا انا هقرر هلف وهرجع ابصيها لورا عادي. هو طريقه لعبه غريبه، بيفكرني كده بالنني 2017، لاعب مستفز. هو دايما انا هلف وابصي لورا. فانا شايف ان شلبي كان قطعته في مركز المهاجم احسن. يعني شلبي ما كانش بيلعب مهاجم، هو كان بس بيلعب تحت كده ومستني حد يرمي الكوره وانا هقطع بسرعتي. ايوه زي اللي زيزو برضو راح مديها له من الجنب كده، كان في هجمه كانت اسمها ايه دي، مرتده من كورنر، راح زيزو كده رميها له، راح جري بس الواد خد فاول. أيوة. المدافع خد فاول. لا شايف انها كانت مفيده، وشايف ان الفتره الجايه احنا لازم نجرب يا شلبي يا نضاي في مركز المهاجم ده، هيفيدنا اكتر من اوباما. مش بيعمل حاجه. لا يعني ممكن اوباما والنضاي، شلبي في المهاجم دي بقى يعني خليها بعدين. ماشي. هو مش كده شلبي مش بيعمل حاجه على الوينج يعني ولا يلعب وينج ولا مهاجم، يعني يا ريت، يعني لو لقينا بديل يبقى يا ريت. بس انا شايف ان اوباما برضو هو النهارده كان حظه وحش، كذا كرة رأسية. هو البوزيشننج بتاعه دايما حلو، الفينش بالظبط. بتاعه هو اللي وحش. بس كذا كرة رأسية كان رايح لها صح. هو بقول لك هو تمركزه
كلاعب هو تمركزه حلو جدا، والواد ذكي في حوار التمركز ده، بس باقي بقى اساسيات الكوره ما عندوش. مش عارف يعني، انا شايف ان اوباما لحد ما الجزيري يرجع، انا ما اعرفش الجزيري فين يعني. ما ربنا الفكره ان حتى ولا يقوم. بيظهر في التمرينات ولا اي حاجه تفتكر يعني. هرب مثلا؟ ما اعتقدش. بس يعني انا اللقطه دي ما اتعملتش ما اتعملتش كتير. وعلى فكره في لحظات كان عايز يخلي زيزو وشلبي قدام واوباما ويمين دي اللي أنا عايز وناصر أتكلم شمال، فيها. تحسه كان بيجرب. ايوه. هو تحس جوميز كان بيجرب في الاول، وبعدين قال لك لا خلاص بقى مش نافع، كان ارجعوا في كل واحد كان في كذا مكانه. كان في كذا لقطه زيزو فيها ضم من على الوينج لجوه، وشحاته هو اللي مسك الوينج كله، يعني فضل فاهم الوينج رايح جاي. انا شايف الصراحه دي فادتنا جدا، لو عرفنا نطبقها في الماتشات اللي جايه في لحظات من الماتش هتفرق معانا جدا. زيزو في الحته دي بجد يعني حلو قوي. زيزو في الحته دي كمان لعبها مع فريرا فتره، يعني فتره كده كان بيلعب هو والجزيري مهاجمين، فاهم. ايوه زيزو لما بيخش من الوينج يضم لجوه كده في نص الماتش، مش بتكلم ان ده يبقى مركزه الاساسي، بس لما بيضم بتبقى حلوه جدا وبتبقى مثمره وبيحصل منها هجمات هو حلوه عامة قوي. لما بقى ناصر وشلبي فري، عملت خلقت يعني مساحة، وناصر قدر انه في كرة يجي من ورا المدافعين وكان هيجيب جون. بس انا عايز اتكلم الكره اللي هو رقص فيها. بس انا عايز اتكلم حاجه، انت شايف مستوى نصر النهارده ايه؟ لا بص، هو عامة انا كنت عارف ان النصر مستواه يقع، كنت عارف ان البداية دي، بس مش يعني هو النهارده ما كانش طب أنا سيء، بس عايز أقول بس لك عامة حاجة. الفريق كله وحش. عايز اقول كانش احسن حاجة. عايز اقول لك حاجه احصائيه. لغايه الدقيقه 35 ناصر ماهر لمس الكوره مرتين بس، هو ما ظهرش. بس هو في المجمل ما كانش سيء. هو ما ظهرش. انا بقول لك يعني ايه لاعب يلمس الكوره مرتين لغايه الدقيقه 35؟ دي غريبه. انت لاعب في نص الملعب، انت لاعب محوري، انت المفروض تستلم الكوره وتطلع بيها يعني الكوره لازم تعدي عليك. هقول لك ليه بقى بنسبه كبيره، لان عبد الله كان بينزل هو يستلم، ويلعب بنسبه الطولية كبيره كتير. كان بيلعبها للوينج او طوليه. ايوه كان بيلعبها طولية فالكره كتير. كانتش محتاجه ناصر اصلا. ماشي وحتى كانت بتتلعب لاوباما، لو اوباما بينزل يستلم من قدام في النص فبتتلعب له. بس انت مش شايف انها كرة احصائيه غريبه يعني؟ شويه، بس هو يعني كمجمل الماتش ما كانش سيء قوي يعني. ما قلتش استلم الكرة كتير ولف بيها كذا مره وكان ماشي، هيجيب بس جون. بس ان هو ما ظهرش لفتره طويله من الماتش دي. يعني عادي، مش سيئه قوي. طيب بعد كده الجون الاول دونجا قطعها بشكل كويس، وفي اللقطه دي بتاعت دونجا قطع فيها الكوره كان كل اللعيبه قريبه من بعض. شلبي ضامم اخيرا يرجع يدافع صح، فماسك اللاعب، وعبد الله جنب دونجا راح قاطعها اداها لعبد الله، عبد الله باصه لاوباما، واوباما اخيرا. وعلى فكره هو مش اخيرا قوي يعني، هي حلوه وكل حاجه، بس تخيل لو نضاي كان مكانه، نضاي كان زمانه سبق كان زمانه المدافع سبق وعدى. وراح وشاطها او بس لعبها بالعرض. بس انا شايف ان ده تقدم من مستوى اوباما. حلو. يعني اللي انا كنت متوقعه بمستوى اوباما العادي ان ده هيقوم لافف ومرجعها لورا، بس فكره ان هو لف وعرف يطلعها لزيزو بالطريقه دي، فيعني الحمد بس لله. عارف ليه؟ عشان الكرة ما اضطرش انه يستلمها، جات له سهله. ماشي. اوباما لما الكرة بتجيله، مشكلته لما الكرة تجيله قويه شويه ما بيعرفش يستلم. بتطير لا قدامه 3 بس متر. انا قصدي كويس ان هو ما رجعهاش لورا زي عادته. ايوه دي حاجه حلوه. في حاجه كمان بقى عجبتني قوي 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 في الجون ده، طبعا بعيدا عن استلامات زيزو عاديه، اللي عجبني انه ما استسرعش زي ما بيتسرع دايما وشاطها. قال لك لا انا ههدى، وراح ممرقصه بالراحه كده. عايز اقول لك كان حاجه. هيحطها على فكره، كان هيحطها أيوة. ما وقعوش، بس وجاب ضربه جزاء، فدي عجبتني قوي من زيزو. عايز اقول لك حاجه. الحارس اللي هو شيكا ده، هو اصلا نط على الكوره نطه غريبه جدا، نط في الهواء. ما هو توقعه هيعملها له من فوق. ايوه فنط نطه غريبه قوي، اتخيل. عامة شيكا حارس على قده يعني. لا هو مفيش الفرقه يعني كلها على قدها. ايه؟ الفرقه كلها على قدها. تقريبا مفيش حد مميز، هو اسمه تيري. انداجا. ماشي. الباك اليمين اه وسيف تيري ده ممكن شويه، واللي هو كان اسمه ايه، احمد ناصر المهاجم بتاعهم. يعني احمد نصر ما لا ظهرش بس قوي. لا بس انا عشان شفته اخر 3 ماتشات ليهم الواد حلو قوي، ومفروض ان شكري نجيب حلو، بس هو النهارده يعني ما ظهرش. شكري نجيب يعني ما ظهرش خالص على فكره، ما ظهروش اصلا. ما ظهروش هم ما فيش غير تقريبا كورتين 3 ومعظمهم مش ما فيش حاجه خطر يعني. انا فاهم. ايوه بس فبعد كده ايه بقى، في كوره عجبتني، باص من دونجا في الدقيقه 35، راح لعبها كده ايه بالعرض من غير ما يبص، راحت ما بين زيزو وشحاته،
راح زيزو خدها وشحاته طلع له لعبها لشحاته وشحاته عملها بالعرض ضاعت. كان نفسي الكرة دي تخش جون، كرة عالمية. دونجا تقريبا ضرب بتاع 4 5 لعيبة من فاركو في كرة واحدة. كرة عالمية الصراحة عجبتني قوي. فاهمك. ايوه انا فاكرها، بس يعني بالنسبه لي دونجا حلو قوي في الحوار ده. دونجا حلو في ان هو يطلع الكوره. هو مشكلته في حاجات تانية ان هو دايما في لقطات من الماتش كده بيتعب أيوة ساعات ويقع. بيبقى مستهتر. ايوه لا مش بيتعب، بيبقى مستهتر. بيبقى مستتر وبيقع. بس عارف احنا عايزين مين؟ عشان احنا حاطين حد في دماغنا، طارق حامد اللي كان عامل زي النحله، اللي في الدقيقه 90 كل اللعيبه مش قادره تجري وهو اللي بيجري ويرجع طب ورايح ماشي. جاي. طب ما دي مش حاجه وحشه ان احنا مش نكون حاجه حاطين وحشه في دماغنا طبعا كده، لانه دونجا. وعلى فكره دونجا ساعات ما بيتعبش، هو ساعات فعلا بيتمرقع. ايوه هو بيبقى بطولة غريبه. عايز بيستهتر انه يكسل انه يرجع. بس هو صراحه دونجا بصير حلو جدا. ممكن يعني ايه نبني عليه نص الملعب برضو لفتره قدام، يعني ممكن فاهم مع زياد كمان. لا هو كمان كويس طبعا. بس انا شايف كمان زي ما قلت الفيديو اللي فات، هقول على الفيديو ده، ان شحاته لو جنبه الموضوع هيبقى احسن كتير 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 كتير. دي حاجه انا مش متفق عليها تمام. ما احنا قلنا اتخانقنا برضه بس شايف ان عبد الله جنبه بيفرق تمام، بيفرق في بنى الهجمه. حاسس ان لو شحاته هو اللي جنبه احنا مش يعني عدد الكرات اللي احنا هنطلع بيها بالكرة هيقل جامد. ساعتها بقى ناصر هينزل يستلم، لا او حتى عبد الله يبقى موجود 10. عبد الله ينزل يستلم بيبقى ستايل، وعبد الله يبني الكرة بيبقى ستايل تاني. يا بقول احنا مش هنطلع بالكرة اصلا. مش عارف، انا مش متفق دي اللي انا بقوله الصراحه. طيب ضربة الجزاء انت شايفها ضربة جزاء ولا لا؟ اللي علينا ماشي. انا في الاول اول لحظه قلت ايه ده، ازاي دي ضربه جزاء؟ بس هي طبعا ضربه جزاء. ضربة جزاء يعني. بس هي حظ عمر سيء في حاجه، ان هو المشكله يعني في كوعه. هو أيوة. لو ما كانش هو على فكره حط كتفه ما كانش محتاج كوعه اصلا. هو أيوة. هي طلعت منه غصب عنه. يعني هو لو كان ركز وكان حط كتفه بس خلاص ما فيهاش اي حاجه. ما فاهم. هو كان واقف في مكانه والمهاجم هو اللي جاي عليه. فانا شايف ان عمر جابر حظه كان سيء. هي طبعا ضربه جزاء 100%. وشكري نجيب حطها شبه في النص، فكانت يعني صعبة على صبحي. هي كانت صعبة بس قوية قوي كمان بالظبط. كنت عايز تقول ايه بقى؟ في حاجات كنت عايز تقولها. اللي انا كنت عايز اتكلم فيه حوار ان الزمالك جاله كام كورنر. الزمالك جاله انا فاكر المعلق كان بيقول 7 باين في بالظبط. اول نشوط حاجة كده. بالظبط. الزمالك لا ده هم التوتال كله في الاخر كان 9. ماشي يعني. عشان في الاخر بس انا بتكلم 9 كورنرات، ولا كورنر اتلعب بشكل صح. يعني ولا كورنر احنا ختمناه بنشوط على شيكا يعني. أيوة. فاهمني؟ ولا كورنر. فكرة في 3 كانوا لحسام عبد المجيد. ماشي. عيب لما يبقى لاعب 194 سنتي وبينط صح وفي الاخر يلعبها كده يا عم. طب هات ما بين ال3 خشبات وحشه قوي. بس دي الفكره. انا عايز اتكلم حاجه. امتى شفت فرقه كبيره ماشي وما بتستخدمش مستغنيه عن الكورنرات؟ مفيش. ريال مدريد خد التشامبيونز بكورنر، ارسنال كانت بتنافس على الدوري بالكورنرات، سيتي كل ما فيش فرقه كبيره ما بتستغلش الكورنرات. انا عايز اعرف ازاي الزمالك بجد ما بيستغلش الكورنرات. حوالي 9 كورنرات احنا ولا كورنر كان ليه شكل. يعني مثلا احنا مثلا ايه مش دايما بنلعبها اللاعب ده فاللاعب ده بيتحرك، فاحنا ما فيش شكل اصلا. أيوة. مفيش شكل. وفي حاجه كمان، وفي بقى يعني عايز اقول حاجه. الاحصائيه كمان اللي معاها بقى الموازيه ليها. انت دلوقتي الفاولات اللي كانت على حدود المنطقه اللي اترفعت مش اللي اتشاطت او مش اللي اتبسط او كده. الفاولات اللي اترفعت كانوا كام؟ 7 فاولات اترفعت. مفيش غير واحده بس اللي جت على دماغ حسام عبد المجيد ولعبها تمام. يعني 7 انت لعبت منها واحده. مفيش شكل للفاول ده. هو اصلا ساعات زيزو بيحصل له دروب في الكور الثابته بشكل غريب. ماشي. يعني في ماتشات تلاقي كل الكور تروح ملعوبه قصيره، في ماتشات تروح تلاقي الكور كلها بتروح ملعوبه لاخر ال 18. فما اعرفش ايه الدروب اللي بيحصل له ده. بس ده تمام. بس هو النهارده ما كانش وحش. ما كانش عنده دروب يعني. لا ما كانش عنده دروب. هي كانت بتتلعب وكانت في بتوصل بعض الكورنرات مش كله. ماشي بس كانت بتوصل. ماشي. لا انا بقول لك حسام عبد المجيد مضيع 3 من ال9. فانت بتتكلم في ايه؟ لا بعدين انا عايز اعرف انت ازاي عندك مثلا كواليتي لاعب زي زيزو ماشي بواحد تقريبا هو احسن لاعب في الدوري المصري او احسن لاعب في مصر حاليا في الكور الثابته، سواء الكور الثابته والكورنرات. ازاي ما بتستغلوش؟ عندك لعيبه زي مستوسي هيدر حلو، عندك حسام عبد المجيد واحد اصلا طوله 194 وهيدر حلو. انت ازاي ما بتستغلش الناس دي؟
ده السؤال اللي عندي. انا شايف بصراحه ان حاجه من اسباب خساره، مش خساره يعني، خساره النقطتين بتوع النهارده، هو ان احنا خسرنا كل الكور الثابته وكل الكورنرات. احنا جات لنا كور ثابته وكورنرات كتير، ما عملناش ولا واحده بيهم اي خطوره. شايف ان دي من الاسباب المهمه. كمان في لقطه برضو في اواخر الشوط التاني، لما اوباما طلع بقى خالص، فاهم انت؟ وشلبي، يعني لما اوباما وشلبي طلعوا، دلوقتي انت كل الكور اللي كان بيرفعها زيزو ما كانش بتلاقي حد في المنطقه خالص. طب بيرفع ليه؟ طب انت منزل اللعيب يعني، سايبه يرفع ليه؟ طيب انت واقف تتفرج على الخط، سايبه يرفع ليه؟ هو عمال يرفع، ما فيش غير نضاي اللي بيحاول بس بقى وسط وسط في كوره خمسه. حلوه قوي فعلا وزيزو رفعها وبس ما فيش حد ما فيش حد في المنطقه. نضاي كان لسه جاي. طب بالظبط. قبل ما نروح للتبديلات، انا في كوره قبل كده بشويه، الكوره اللي عمر ناصر عملها باكورد، اه كوره ما طلعتش اصلا، بس طبعا الحكم كان هي صفر وهي كده كده بره. بس حسام عبد المجيد انت بتعمل ايه في الكوره دي؟ يعني ليه مش ماسك عمر ناصر؟ الكوره اتلعبت ولو ما كانت بنسبه كبيره ممكن تخش، وحسام عبد المجيد سرحان واقف ما تعرفش هو ماسك مين. بتسبق رياحيه جامد ان هو يلعب دبل كيك، دي غريبه قوي. وعلى فكره حسام عبد المجيد كل ماتش برضه بنقول كده انه بيبعد عن المهاجم، يا ابني الزق، ليه سايبه كده؟ وحتى كان قريب يبقى قريب منه شويه ما كانش يعرف يعمل الباك وورد. فالنقطه دي ضايقتني جدا في حسام عبد المجيد، وحاجات كتير بتضايقني في حسام عبد المجيد ولازم يراجع نفسه، هقولها تاني. تبديلات، انا الصراحه يعني عملوا لي يا رب بقى المره دي يبدل بقى، عايزين نشوف ناس جديده، الفرقه مش حلوه، طب فوق نزل، لو نزلت 3 هيفوقوا، راح منزل نضاي بس، ومكان مين؟ مكان ناصر ماهر، اللي هو مش اسوأ واحد في الملعب. مش اسوأ واحد في الملعب ولاعب ممكن يساعدك في انك تجيب جون بشكل كبير جدا. طب ليه ناصر ماهر؟ طب وليه مثلا مش اوباما او شلبي واحد منهم يطلعوا؟ طب ليه مثلا مش شلبي ونضاي يروح مهاجم جنب اوباما وناصر يروح شمال؟ في حاجات كتير جدا. طب ليه مثلا ما طلعتش ناصر ونزلت موتيابا، وطلعت مثلا اوباما ونزلت نضاي مهاجم؟ في اسئله كتير قوي، في اسئله كتير قوي. تبديلات جوميز عجيبه بالنسبه لي، عجيبه. انا بالنسبه لي التبديلات كلها تمام، كلها تمام كلاعيبه. مشكلتي في مواعيدها سيئه جدا. يعني ايه موتيابا نازل في الدقيقه 85 ولا بعد ال 85 87 ايه يا عم؟ ده ما تديله يعني ربع دقيقه احسن. موتيابا لما نزل عمل دريبلز كتير قوي يعني. لا موتيابا انا عايز اقول لك حاجه. بساط كان في كوره راح لزيزو كانت جون. موتيابا لاعب هيقف لك على الكوره وهياخدها وهيحافظ عليها وهيرقص وهيخترق وممكن يباصي لحد وممكن يشوط. انت ازاي منزله في الدقيقه 85؟ يعني هو اصلا لما نزل عمل كورتين حلوين ده اللي جدا. بكلمك فيه بقى. يعني مستغربه جدا ازاي كور ازاي لاعب زي ده انت ما تستغلوش؟ ليه تنزله في الدقيقه دي؟ غير كده انت يا عم قول ماشي هو مش جاهز 100%، بس ده ماتش يعني خلاص انت كده متعادل. مش جاهز 100%. اعتبر يعني انت كده متعادل ونزل عادي، مش هيحصل حاجه لو نزلت حد مش جاهز 100%. ايوه، وليه اصلا انزل لاعب اقول له انت نازل في الدقيقه 85 انزل اخلق لي الفارق واكسب الماتش؟ لا ايه ده؟ هو تبديلاته غريبه. موتيبا نازل متاخر، ليه ما نزلش في الدقيقه 60 مع نضاي؟ طب ليه منزل عمار ياسر قبل موتيبا؟ تبديلاته كلها انا بالنسبه لي غلط وفي توقيتات غلط. اللعيبه ولا انت بتتكلم على اللعيبه ولا الاتنين. التوقيتات؟ لا اللعيبه انا شايف ان دول اللي ينزلوا او يعني ممكن اللعيبه برضو قصدي اللي طالع برضو، اللي طالع واللي نازل. مشكلتك في التوقيتات. يعني انا عايز اسال سؤال، التوقيتات واللي طالع، اللعيبه دي لو كانت هي اتبدلت نفس اللعيبه اللي اتبدلت بس ممكن كلهم بقى اتبدلوا في الدقيقه ماشي. 60 و65 كده قصدي غلط. التبديلات عامه يعني. لا بس احنا بنتكلم في التوقيت، لما بتكلم كلاعيبه لا اللعيبه تمام. طب ليه زياد كمان ما نزلش مكان دونجا؟ الفرق ما بينهم مش كبير كمان. ماشي بس هو كان قصدي بيدور. انت عندك 5 تبديلات لما تنزل، كان بيدور على يخلق الفارق دلوقتي، واثنين في الدقيقه 75 انت اديت قوه بدنيه كبيره، 5 تبدلوا قوه بدنيه كبيره. انا بتكلم ايوه ليه نضاي 60؟ فنضاي بقى خلاص نزل وعمل مجهود، وبعدين عمار ليه؟ ما انا بقول لك الفكره. انت بتقولي ليه ما نزلتش زياد كمال؟ انا بقول لك انت عايز تنزل لعيبه هو بيفكر. انا بقول لك اللي انا شايف ان جوميز بيفكر فيه، اللي انا قريته من طريقه تفكيره ان هو عايز ينزل ناس تخلق فارق. تمام، فماشي ممكن زياد كمال دلوقتي يعني عادي. انا بتكلم ليه التوقيتات دي؟ ليه برضو الاثنين اللي نزلوا الناشئين عمار ياسر ومحمد السيد ليه ما نزلوش في وقت المناسبه؟ محمد السيد لاعب هايل
بجد انا شايف بساطه ان هو اشول ولا ايمن؟ بساطه حلو هو أوي. بيباصي ش- بالاثنين حلو قوي عمل باص بجد. بشماله وانا قلت خلاص ده اشول، ما اكتر من أعرفش. مره اللي عمر جابر نقل آه. ملعب. انا شايف بصراحه لاعب هايل، هيفرق جدا في بس ربنا مستقبل يستغل الزمالك. الناس دي لازم بقى. نستغله، لازم نستغله باي طريقه. على فكره ممكن السيزون الجاي ولا تشوفه تاني اصلا. ما هي دي الفكره، ما دي الفكره زي ياما ناس كتير، حصلت معانا. ناس كتير ظهرت وما شفناش. وعلى بس فكره أنا شايف طويل. اللاعب ده لا هو كواليتي لاعب ما عداش علينا بقاله فتره بجد. لازم نستغله. مش عايزين نكرر برضو مشاهد تانية حصلت مع ناشئين تانيين ما استغلناش خالص ومشيت فري او مشيت بره خالص. فلا يعني مش عايز اكرر المشهد عايز ده. اوجه كلاب سقفه لنضاي وسقفه لعبد الله على البدني. نضاي اللي تاني ماتش او بقاله اكتر من ماتش هايل، والنهارده كوره براسه وعمال يثبت ان الجامب بتاعه كويس. فحاسس انه ممكن فعلا ياخد فرصه تحت المهاجم، او يعني لما حتى لو الجزيري رجع يبقى جنب الجزيري في اوقات كتير من الماتشات يعني. فحابب اديله سقفه. عايز اقول ايه بقى؟ هنتكلم عن ايه تاني؟ اللعيبه بقى، نقيم اللعيبه. ماشي. وبعد كده نقول عندك افضل لقطه. افضل لقطه في الماتش اه بالنسبه لي الصراحه الماتش سيء. انا ممكن اتكلم على الحاجات اللي كسبناها من الماتش. هو ان انا شايف ان موتيابا بجد دريبلر جامد، ومحمد السيد لاعب وسط جامد. الاثنين دول لازم ياخدوا فرص في اللي جاي من الدوري، لان خلاص الدوري خلصان. بالظبط. انا شايف لازم. دول احسن لقطتين. ظهور اتنين لعيبه زي دول انا لازم استغلهم. افضل لقطه بالنسبه لي ان زيزو ما شاطش الكوره على طول وقرر انه يعمل فنت، لانه دايما بتضايق من الحته دي، في الحته دي من زيزو، انه بيروح شايط وتيجي في جسم الحارس وتضيع. فدي كانت افضل لقطه بالنسبه لي. اسوأ لقطه خد اي لقطه من لقطات حسام عبد المجيد، دي بالنسبه لي اسوأ لقطه عادي جدا. تقييم اللعيبه بقى. صبحي. صبحي الصراحه شايف ان هو لا يحاسب على ضربه الجزاء. اداؤه طول الماتش متوازن، حتى في الكوره اللي كان بيطلعها كانت بتبقى موتره بس هو كان بيتصرف فيها دايما صح. فانا شايف ان تقييمه 7.5 8. انا ممكن اديله 9. وحتى الكوره اللي ممكن نقول يعني غلطه الوحيده طلع، اللي هي الكوره اللي راح ناطط. ايوه لمسها هو، حتى لمسها الكرة فخلاها دي تخبط خلاها تخبط في اللاعب. الكرة دي كانت لو غريبة ما كانش جدا. لمسها كانت اللي راحت هتبقى وحش. اللي راحت لسيفتري واستلمها بالظبط. يعني من حظنا ان هو استلمه وحش. بس انا بجد شايف لا بس هو عشان لمسها فخبطت فيه. انا شايف عامه، انا فاهمك، بس انا شايف عامه ان صبحي لازم يعني يتصرف بشكل احسن في العرضيات، لان هو دايما على فكره في العرضيات مش بس بيبقى احسن حاجه. لا في عرضيه برضو طلع جابها حلو، فقصدي ان هو كان كويس يعني. ماشي، بس انا اللي انا بشوفه ان صبحي صبحي عايز يتحسن. يعني محتاج يتحسن في العرضيات دي، لان اللي بيفرق الحارس الكبير عن الحارس التعبان بجد هي العرضيات. ظهوره في العرضيات ان هو يطلع يمسكها، يركب فوق الكل. لازم يكون هو اعلى واحد في المنطقه بايديه. انت بتستخدم ايديك، انت حارس بتستخدم ايديك. وكمان العرضيات اللي هي بتتلعب دايما اللي هي من الجنب دي، على فكره من اكتر اللقطات اللي كانت بيغلط فيها ابو جبل. الكور العرضيه دي كان دايما ما بيلحقهاش، بتروح لواحد تاني بيسجلها. مش عارف انت تفتكر ده ولا لا عارفها طبعا. بس انا بتكلم ان صبحي بجد الغلطه عواد نفسه كان لا عواد اصلا في العرضيات مش موجود. هو طوله 180 سم تقريبا، هو مش موجود. انا بتكلم ان الغلطه بتاعت الكوره بتاعت سيفتري دي انت ممكن تشتغل عليها وتحسنها. بجد بوتنشال حارس كبير قوي، واحنا محتاجين خلاص، احنا في فتره محتاجين حارس كبير يظهر وينقذ الزمالك. فانا عندي ثقه فيه الصراحه، وانا عندي ثقه فيه، بس مش هديله دلوقتي التقييمات الكبيره. انا حاسس ان هو 7.5 8. ماشي يعني انت صبحي 7 انا 9. شحاته بسرعه. شحاته 8. شحاته ماشي انا كمان 8. عمر جابر برضو لا يحاسب على ضربه الجزاء 8. لا انا اديله 6. يعني كان ممكن يخلي باله اكتر من كده بس ما يحسبش عليها يعني. حسام 4. 2. مسلوسي النهارده برضو ما اختبرش كتير. هو ما اختبرش كتير فعايز 7. ماشي 6. دونجا 8. لا كتير قوي على دونجا ده. لا حاسه ما كانش يعني ظاهر قوي برضه. ماشي ممكن 6. بس ممكن 6 عشان الكرة اللي قطعها. بالنسبه لي ما غلطش، ما تسببش في مشاكل، ما كانش بياخد الكور كتير يضيعها. فلا يعني 6 7 بالنسبه لي. عبد الله النهارده يعني كان بيستسهل. بحسه هو جامد على طول، بس لا ماشي وبيخلق فرص، بس بحسه كان بيستسهل كتير وبيلعب اللونج بول. كان ممكن يستغل الهجمات دي احسن من كده. فحاسس مثلا 7. ماشي 8. يعني انت ما بعدتش قوي. ناصر بس انا ما بعدتش قوي، بس عشان متوقع دايما من عبد الله ان هو يكون 9 9.5. ده اللي بتكلم فيه. عبد الله على فكره هو اللي شايلنا اخر ماتشين قبل ده، او اخر 3 ماتشات كمان.
ناصر انا شايفه ما ظهرش خالص فهديله 6 بصراحه. ماشي وانا 5 برضه. شلبي. ما ظهرش، ما عملش اي حاجه، هو حاول يظهر في العرضيات بشكل حلو وقدر ده فعلا، بس برضو 6. 6. اه ماشي. زيزو. انت ما قيمتوش. مش لازم تقييم ليه. مش هقيمه. زيزو. زيزو بصراحه 8.5. لا كان حلو قوي النهارده. ماشي يعني زيك عادي. مين فاضل؟ هو اوباما. أوباما والبودلة. اوباما ونضال. اوباما 6. الاسيست حلو قوي بصراحه هو ف6. الاسيست حلو، ما كانش سيء النهارده، وكان فيه كام كوره، لا بس لو جابها براسه كان هيبقى نجم الماتش اصلا. ماشي يعني 6 7. نضاي. نضاي 8 بصراحه، لتاني ماتش برضو يظهر بشكل حلو كان قوي. هيجيب جون وكان حاسس ان هو فرصه احسن الفتره الجايه بجد. المشكله ان هو نزله لعبه على الباك اليمين الخارق ده وحش، يعني ايه ليه يا عم؟ ولا نزله كمان، هو نزله يلعب وكان اوباما وشلبي واقفين في المنطقه ما تفهمش بيعملوا ايه هو جوميز. انا بالنسبه لي جوميز بقى، انا بالنسبه لي انا بس انا هقيم عايز جوميز اقيم الاول. بس انا عايز اقيم البودلة بعدك. طب قيم. يا قيم انت لا جوميز. قيم البودلة. لا خلاص قيم انت جوميز وانا هقيم البودلة. ما تقيم البودلة، انت عايز تقيمه لوحدك ماشي. لا جوميز لا، انا هقيم البودلة. ماشي انا بالنسبه لي جوميز هديله 0. لو في 0 3 هديله 3 لا 0. ما اتفقش، مش قوي كده. جوميز السبب في قوي خساره الماتش، زي هو السبب في خساره الماتش بس مش قوي كده. زي ما هو السبب في التعادل وخساره ماتشات كتير جدا بتبديلاته. كل ماتش احنا بقالنا كام ماتش بنكسب في اخر ثواني بالعافيه. بالعافيه. بالنسبه لي تبديلات جوميز السبب في كل الماتشات دي. قايم اللي انت عايزه. انا بالنسبه لي يعني تبديلات جوميز سبب رئيسي، وبالنسبه لي تكتيكات هتقيمه كتير. كام يعني؟ تكتيكات كتير في الماتش ايه؟ هتقيمه كام؟ 2 3. يعني بس فرقش. لا يعني لا انا بالنسبه لي 0. عارف لو في حد يعني ما عارف مثلا لو لاعب غلط وكان سبب معاه كنت فاهم. اقول لك ساعتها يا عيني ده اوباما ضيع، لا ده هو السبب الرئيسي في ضياع الماتش. فاهمك، انا فاهمك صدقني، بس مش حاسس ان انا ممكن اللي هو السبب اللي هو مش هو اللي خسرنا. انا بالنسبه لي هو فاهم؟ خسرنا. تقييم بالنسبه لي الثلاثه اللي نزلوا في الاخر اللي هم محمد السيد، عمار وموتيابا. انا شايف موتيابا ده لازم اساسي. موتيابا ده لازم اساسي الفتره الجايه كلها. هقول لك كمان السبب ليه، لان ناصر مستواه متذبذب، فانت يعني بالظبط. لا كمان انت ممكن تريحنا كلنا وتريح نفسك وتودي ناصر على الوينج وتلعب موتيابا رقم 10. هتفيدنا كلنا وهتريحنا كلنا بجد، وهتريح نفسك وهنرتاح من شلبي. اللي انا كمان شايفه ان محمد السيد ده لاعب بوتنشال جامد. بوتنشال جامد. انا عايز دايما بقى في جمله كده، بص ده كله بيطلع يقول لك ايه، اللاعب ده يطلع اعاره سنه ويرجع لنا جامد قوي. لا ما يطلعش اعاره سنه ويرجع لنا جامد قوي. انا شايف ان ده يلعب. ليه؟ انت محتاجه المركز ده، انت محتاجه. انت عبد الله السعيد السنه الجايه، يعني المركز ده بيلعب فيه مين؟ خلينا نقول اللي بيلعب فيه المركز ده اللي بيلعب فيه شحاته وعبد الله بس، لان احمد حمدي وناصر بيلعبوا 10، بيحبوا يلعبوا 10. زياد ودونجا بيلعبوا 6. فالمركز ده فيه شحاته وفيه عبد الله. انت عندك عبد الله السنه الجايه هيبقى 40 سنه، فانت محتاج حد يسند معاه بدنيا وكمان حد يستلم من بعده. وعندك شحاته بروفايل مختلف تماما عن محمد السيد، فانت لازم يكون عندك تنوع. لازم يكون عندك اللاعب الاجريسيف اللي هيقطع الكوره ويخلق فرص، ولازم عندك اللاعب البصير اللي عنده فيجن ويلعب لونج بوسس أيوة كتير. صح. فانا شايف ان ده ما يطلعش اعاره، ده انت تشتغل عليه وتكمل عليه ونستخدمه خلاص بقى. انت متخيل لما لاعب مثلا يبقى عنده 20 سنه وبدا يبقى اساسي او بدا يبقى روتيشن؟ فدي حاجه حلوه قوي. عمار ياسر اللي انا شايفه يطلع اعاره لسبب واحد، ان انت المركز الوينجات ده عندك فيه ناس واخده اساسي. وغير كده انت محتاج حد تقيل في الوينج. انت محتاج دلوقتي حد تقيل في الوينج. انت محتاج بن شرقي من الاخر. بالذات لو الاشاعات بتاعه السوبر ليج طلعت حقيقيه، مش هنتكلم عليها دلوقتي خالص. مش هنتكلم خالص. محدش عارف. بس برضو حتى انت محتاج تكسب دوري وكاس وكونفدراليه السنه الجايه وسوبر افريقيا، فانت بجد محتاج وينج تقيل قوي. زائد ان زيزو مش من النوع اللي بيطلع من الملعب. فشايف نعمل على الصفقات فيديو لوحده. انا الصفقات انا بتكلم على عمار ياسر. عمار ياسر ممكن يطلع اعاره، هياخد فرصه احسن بكتير. اهم حاجه ما يتركنوش. لو هتلاعبه خلاص سيبه، او حتى هتديله دكه في اوقات قليله قوي تسيبه. لكن لو مش هيلعب طلعه اعاره، ما تظلمهمش وتقعدهم وفي الاخر يكبروا ونقعد نقول دول كبروا. طب ما انت بتلعبهمش. بس هي دي الفكره.
بس كفايه كده على ماتش فاركو. ختم لنا الحلقه بقى. الحمد لله. ودي بقى اللايك والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، بعد كل ماتش هينزل الفيديو على طول. وشكرا، وخلص الكلام. سلام.